السلام عليكم، ازيكم؟ أم، انا فكرت مع قوقعة بروجرام انه اعمل كورس صغنن كده ينزل in the form of episodes على يوتيوب بيتكلم عن كيفية اتخاذ القرار. طبعا هو حاجة مش جديدة، مش مبتكرة، ناس كتيرة جدا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده. بس اللي انا عايزة اعمله المرة دي ان انا مش عايزة اتكلم عن كيفية اتخاذ القرار على الصعيد العملي، أنا عايزة أتكلم عنه على الصعيد الشخصي، يعني في حياتنا اليومية. وعشان كده هتلاقوني لابسة الإسدال زي ما انتوا شايفين كده، عشان أنا مش عايزة أتكلم وأنا متكتفة وحاسة إن الموضوع is so professional، فلازم أقوم ألبس البليزر بقى وبعدين أنا بعمل الكورس من البيت، فحاسة إن أنا عايزة أكلمكم عادي جدا، عشان أنا عايزة أتكلم عن ال decision making في حاجات بتخص حياتنا اليومية. مش لازم أكون بكلمكم عن ال decision making لمشروع أنت عايز تبتديه في حياتك. في ناس أشطر مني كتير قوي في موضوع إن هم يكلموكوا على الصعيد العملي في كيفية اتخاذ القرار، لكن أنا عايزة أخد ال principles بتاعة ال decision making وأتكلم فيها فيما يخص القرارات اللي بناخدها ممكن في حياتنا اليومية. طبعا مش مصدقة ان انا اللي هو انت عوجة لسانك كده ليه وانت تكلمي برضو شوية مصطلحات انجلش وانت لابسة الاسدال. الموضوع مش راكب، بس هنتعود يعني مع بعض عشان انا بتكلم على حاجة على الصعيد الشخصي، وفي نفس الوقت I'm making the course برضو بصوا هنتكلم بالانجلش تاني from home. فحاسه ان انا مش عايزه ابقى في المود بتاع الشغل وانا في مكان مش المكان بتاع الشغل. طيب خلينا بقى نتكلم في اول ستيب في الديسيجن ميكنج. الاكسبريشنز بقى اللي هتلاقوها بتاعت الانجليش اللي بتقع في الوسط دي سامحوني فيها، وهنتعود مع بعض كده واحنا بنتكلم. first step عشان ناخد قرار هو لازم نحدد إذا كنا فعلا محتاجين ناخد قرار ولا لا. يعني احنا بنتكلم على حاجة زي for example انت عايزة تشتري مشاية للبيت، او انت عايز تشتري اكسسوري للعربية، او عايزين مثلا ناخد يومين كده نفصل من الناس ونسافر. دي حاجات that we're talking about everyday thing. طيب الأول لازم أكون متأكد إنه أنا محتاج أخد قرار. هي دي الفيرست ستيب، ودي حاجة مهمة جدا، لأنه بناء عليها أنا بحدد إذا كنت هموف فورورد مع الستبس اللي جاية في اتخاذ القرار، ولا أنا هستوب عند المرحلة دي. يعني هل أنا لو بفكر أشتري مشاية للبيت، أو بفكر أخد يومين وأسافر وأفصل من الناس، أو بفكر أشتري إكسسوار للعربية، هل أنا بفكر في ده عشان أنا نمبر 1 عايز أعمل كده، ولا عشان جارتي أو بنت خالي اشترت مشاية للبيت بتاعها فأنا I got like اللي هو interested جدا في الموضوع، اللي هو الله دي جابت مشاية حلوة قوي، دي غيرت شكل الليفينج روم عندها، دي مش عارفة ايه، فأنا عايزة أروح كمان أشتري مشاية. او انا عايز اسافر يومين عشان عندي 2 من colleagues بتوعي في الشغل سافروا وفصلوا ورجعوا بقى مغيرين مود بتاعهم، فانا كمان عايزه اسافر، عايزه اعمل زيهم. عايزه اقول لكم انه لو الانسر للكويستشن ده هو ان انت عايز تسافر عشان لقيت 2 من صحابك في الشغل سافروا فرجعوا المود بتاعهم متظبط، ما تاخدش قرار. لو انت عايزه تشتري المشاية بتاعه البيت عشان صاحبتك جابت واحده وقالت لك الله دي بقى شكل غيرت الاوضه، ده انا البيت كله كاني عملت له ميك اوفر، ده الارض كانت بارده قوي واحنا داخلين على الشتاء فانا فكرت اجيب المشاية فهي دفت الدنيا، فانت هتعملي نفس الحاجه عشان السبب ده، عشان حد تاني عمل الاكشن دي، فاحنا عايزين نعملها بناء على حاجه كانت مناسبه ليه هو، فاحنا هنعمل الاكشن دي.
فبليز لو ده الرد على السؤال بتاعنا اللي هو هل انا محتاج اخد قرار، لو ده الرد على السؤال خلينا نقف عند المرحلة دي. بمعنى كده ان احنا مش محتاجين ناخد قرار ولا محتاجين ناخد اكشن. لكن امتى هنموف فورورد من الستيب اللي احنا فيها للستيب اللي بعدها ونقول ان انا محتاج اخد قرار عشان اشتري مشاية او عشان اسافر او عشان اشتري حاجة للعربية؟ لو كان الانسر للكويستشن اللي هو انا محتاج اعمل الاكشن دي، انا محتاج اسافر، انا محتاج اشتري المشاية. وازاي بحدد اذا كنت محتاجة؟ لو في انسر للكويستشن بتاع انا محتاج اشتري مشاية ليه. ما هو انا المرحلة دي هسأل فيها السؤال ده، انا محتاج اشتري مشاية ليه؟ عشان الجو هيبرد والارض عندي مش خشب مثلا، فانا عايزة الارض تبقى دافية. او انا عايز انا محتاج، والكلمة هنا مهمة قوي يا جماعة، كلمة محتاج. انا محتاج اسافر عشان انا I'm very much loaded و stressed، فانا محتاج افصل من الناس اللي حواليا. انت هنا الرد على سؤالنا انا محتاج ليه كان حاجة تخصك انت، احتياجك انت. لكن لو الانسر للكويستشن كان عشان جارتي عملت كذا، عشان بنت عمي عملت كذا، عشان زمايلي في الشغل عملوا كذا، يبقى بليز اقف عند المرحلة دي وانسى خالص القصة دي وما تفتحهاش مع نفسك عشان ما تشتتش نفسك عن المشاغل اليومية بتاعتك. لكن لو الانسر بيقول انه انا محتاج اعمل كده ومحتاج ليه عشان كذا كذا، الاسباب قلتها فيما يخصني انا، يبقى احنا هنبروسيد للستيب التانية of making a decision، ودي اللي هنتكلم عليها في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.